ما كانش عندي غير البطاطسيتين دول وواحدة بصلاية وواحدتين 3 من الطماطم زي ما انت شايفة، وعملت بيها اكلة فطرنا بيها. عايزة اقولك عملتها قبل الفطار ما كملتش تلت ساعة. يلا بينا بقى بسرعة كده نجيب الطاسة الهلوبة بتاعتنا. هنحط بقى فيها الفراخ في الزيت نية يا جماعة. اول حاجة الزيت يبقى سخن كده، معلقتين 3 من الزيت، وننزل عليها الفراخ وهي نية كده، وبعد كده يا دوبك تاخد كده تشميعة من تحت من الجلد يعني، وبعد كده ننزل عليها ايه البصلايه والبطاطسيتين دول قطعيهم ونزليهم عليهم. بعد كده جبت نص كوبايه ميه وحطيت كل التوابل اللي عندي، بهارات بقى وكمون وفلفل اسود وماجي وكل حاجه بقى، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، كل التوابل اللي عندك. اللي مش عندك ما تحطوش، واللي عندك حطيه، واللي ما عندكش استغنى عنه مفيش مشكله. وطبعا ما تنسيش شويه الملح، وقلبيها كويس جدا. وبعد كده تفتحي على وتحطي طبعا معلقتين زيت، وبعد كده تنزليهم على الصينيه اللي انت عاملاها الجميله دي. عايزه اقولك كمان كان عندي الطماطم الوحدتين طماطم اللي انا كانوا عندي دول قطعتهم ونزلتهم عليها، ونزلت عليها الكوبايه اللي ايه النص كوبايه بالتوابل اللي انا كنت حطاها، وبعد كده غطيت عليهم وكمرتهم. بس عايزه اقولك ان الصينيه كانت صغيره عليها فنقلتها في الصينيه الكبيره دي. يا دوبك خدت غلوه، وبعد كده وطيت عليها خالص، وبعد كده ادتني الشكل الجميل ده. تحفه جدا بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اي وقت خالص ولا يعني ما فيش ربع ساعه تلت ساعه بتكون جاهزه قبل الفطار. الوقت ده يا جماعه انا كنت بصراحه كنت تعبانه وما كنتش عارفه اعمل ايه، على طول عملتها ما فيش تلت ساعه كانت جاهزه وفطرنا بيها، والف هنا وشفا، وجنب شويه رز وزي العسل. بألف هنا وشفا. وما تنسينيش بلايك حلو منك يا ست الكل. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.